بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في الريف الأوروبي، بنصور في فيلا على مساحة فدان و16 قيراط و14 سهم، يعني 2 فدان الا تلت ونص قيراط. ادي الجنينة فيها شجر مثمر، تمام. حدودنا الشجر اللي هناك ده الكينوكاربوس اللي هناك، وده نخل، وده شجر موالح، يعني شجر، وفي شجر مانجا اهو. ادي مساحة الجنينة الخارجية، فدان 16 قيراط و14 سنة. طيب مساحة الفيلا او المساحة المسقوفة 500 متر، 250 متر ارضي، 250 متر علوي. هنخش نصورها من جوه. فيها بسين. كل المساحة دي معمولة نجيلة لاندسكيب، بس بنيجي في الشتاء في حاجة اسمها خدمة شتوية، بنغطي النجيلة دي بالتراب عشان تنمو كويس على الصيف، تمام. دي قاعدة برجولة، ودي ممكن يتربى فيها غنم او اي حاجة، تمام. وادي الفيلا اهي في الوش. هنصور حمام السباحة الاول. احنا كده بنصور في الجنينة، كده بنصور في الجنينة. دي المرجيحة ودي العاب اطفال اهي، بنصور في الجنينة. ودي قاعدة ممكن تقعد فيها بالليل او في الصبح في الشتاء، هتبقى قاعدة لذيذة. قاعد يفطر فيها، يجيب ترابيزة يقعد يحط فيها مظلة، تبقى قاعدة جميلة، تمام. ادي الفيلا اهي، واجهتها اهي. ادي حمام السباحة. حمام السباحة فيه حمام بسين للكبار اهو. طبعا احنا في الشتاء، فاضي دلوقتي. وبعديه البسين المدور ده للاطفال، تمام اهو. ادي الفيلا من بره اهي، برضه هناخد لها صورة وهنخش نصورها من جوه، بس اصور لكم بقية الارض اهي. دي شواية ممكن تتعمل تتجدد، تبقى القعدة هنا حلوة قوي بالليل. ودي جبلاية، وده بيت يتربى فيه كلاب للحراسة اهو، بيت لكلب حراسة، تمام اهو. ادي مدخل الفيلا اهو. اللي قدامنا ده سكن للعامل، وفي جنبه اوض لتربية طيور او او ارانب او اي حاجة اهو. ادي الصورة اهو اهو. في هنا باسكت اهو. طيب نخش نصور الفيلا من جوه. هصور لكم الموقع او الفيو بتاع الفيلا من فوق اهو. تمام. هنبتدي نخش نصور الفيلا من جوه. الفيلا من الدور الارضي متحوطه كلها بحديد، متحوطه كلها بحديد اهو. دي ترابيزات للاكل. ادي ريسبشن، ما شاء الله الله اكبر، حاجه فخمه جدا، ريسبشن جميل جدا. هنا في مطبخ اهو، مطبخ تحفه، باصص على الارض اهو اهو. وده على الارض برضه. ده ايه مش عارف، ده باب مقفول بس مش عارف هو ايه. ما شاء الله الله اكبر. الريسبشن حاجه تحفه. الريسبشن
جميل جدا ما شاء الله، الله اكبر. ربنا يبارك لاصحابها ويبارك للي النصيب فيها ان شاء الله. تمام. ادي باب، ده باب، ده حمام اهو، ده حمام خاص بالدور الارضي اهو، حمام عادي خاص بالضيوف. وده شباك اهو باصص على الارض. تمام. الريسبشن حاجه فوق الممتازه بصراحه، حاجه تحفه، يعني يعتبر ريسبشن بتاع قصر. وده الباب اللي يخرج على البسين وعلى الجنينه. تمام. وده باب يخرج على الباب الرئيسي بتاع الفيلا. احنا بنصور لغايه دلوقتي احنا في الريسبشن. ده دفايه ديكور كده معموله اهو، برضو ريسبشن حاجه تحفه، عجبني بصراحه، عجبني جدا ما شاء الله، الله اكبر. وادي البسين اهو، لف اهو. الفيلا بتتباع بالعفش بتاعها، بالحاجات اللي موجوده فيه. تمام. دي غرفه، ادي الحمام بتاعها، غرفه ماستر بالحمام بتاعها اهي. تمام. وممكن الجزء ده يتقفل يتعمل دريسنج روم اهو، يبقى مطبخ وحمام وريسبشن، اوضه ماستر وريسبشن جميل. هنطلع فوق، ادي سلالم الفيلا اهو، السلالم مريحه جدا. معلش انا اسف كعبلت. وادي الريسبشن بتاع الدور الفوقاني، حاجه جميله جدا. ادي اوضه ماستر، غرفه ماستر بالدريسنج روم اهي، والحمام بتاعها. ادي الحمام اهو، وادي الدريسنج روم، صوره لكم من بره اهو. وادي ما شاء الله، الله اكبر، غرفه ملعب ما شاء الله، الله اكبر. وفيها تراس، وفيها تراس. ادي التراس اللي فيها باصص على الجنينه اهو، وباصص على المدخل بتاع الفيلا. طيب يبقى دي اول اوضه ماستر، وفيها تراس تاني اهو من الجنب، باصص برضو على الجنينه اهو. وادي شباك بيبص على البسين وعلى الجنينه. يبقى ده جناح مقفول، عباره عن اوضه ماستر ودريسنج روم وتراس وحمام. وادي بار، قاعدة بار للمشروبات، حاجة كده على السريع. وده تراس اهو، ده تراس اهو يبص على حمام السباحة. وادي الجنينة، حاجة ما شاء الله، الله أكبر، حاجة بنا فاخر. تمام. ادي الأوضة التانية اهي، أوضة كبيرة ما شاء الله. وادي الحمام الخاص بيها. وادي التراس برضو بيبص على الجنينة. الفيو بتاع الفيلا رائع
رائع. يبقى ده غرفة ماستر، وادي تالت غرفة. ادي الحمام بتاعها اهو اهو اهو، الغرفة اهي. ادي التراس بتاعها، ادي التراس بتاعها كبير اهو، حاجة ما شاء الله. ده الجراج بتاع العربيات، وده مدخل الفيلا، وده سكن للحارس، وغرف لتربية أي حاجة. حاجة ما شاء الله، الله أكبر، حاجة جميلة. مساحة الفيلا حلوة أوي أوي ما شاء الله، الله أكبر. المساحات اللي فاضية فيها كبيرة، مساحة الغرف جميلة، حاجة تحفة ما شاء الله. هطلع على الروف اشوف ممكن يكون مفتوح ولا لا. اطلع على الروف فوق، مش عارف هل هو مفتوح ولا لا. يا ريت يبقى مفتوح. مفتوح اهو. ادي الروف اهو، في خزان حوالي 1000 لتر، وادي ستلايت رش، وادي دش، وده الجار اللي قدامنا، ده الجار اهو. مساحة الفيلا جميلة ومتقسمة حلوة اوي اوي. اهي الفيلا اهي، ادي اهي، وادي البوابة الرئيسية، وادي الجار. اصور لكم الارض من فوق. ادي البسين اهو، ادي البسين اهو اهو، وادي بقية الارض اهي. حاجة ما شاء الله، الله اكبر. هنقول الوصف والسعر بتاع الفيلا في الوصف بتاع الفيديو. الفيلا مدفوع لها 25% جدية تصالح في جهاز مدينة سفنكس. فدان 16 قيراط 14 سهم، يعني 2 فدان الا تلت زائد نص قيراط. شكرا، سلام عليكم.